السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى طبعا شايفين كده قدامكم البسكويت القمر دوت هنعمله مع بعض. مش هنقول بقى بسكويت العيد. انا البسكويت بصراحة انا بعمله في اي وقت، بحبه قوي قوي. انا وولادي بنعمله وبنشرب بيه الشاي كده، بيكون معانا كده في الفطار الصبح. بيكون معانا بالليل مع كوباية الشاي. فما بستغناش عنه بصراحة في العيد او غير العيد، بحب اعمله كده في اي وقت وانا قاعدة بالليل كده ممكن اجيب الدقيق وممكن اجيب كده الحاجة واعملها بالليل. بحب البسكويت جدا جدا. يعني بصراحة هي اي حاجة في المعجنات، اذا كان قراقيش او كحك او بسكويت، فبصراحة يعني ايه بتبقى يعني في البيت بتبقى جميلة جدا جدا جدا. فمع بعض كده طبعا لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي نانا ودي قناتي اكلة هنية مع وصفات نانا. طبعا برحب بكل حبايبي ومتابعيني وكل اللي لسه اول مرة يشوفوني ويشوفوا قناتي، برحب بيهم جدا جدا. طبعا لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، اتمنى بقى كده اللايك والشير والكومنت الحلو كده اللي بيشجعني جدا جدا. قد ايه تعليقاتكم بتشجعني وبتخلي كده عندي حافز ان انا اشتغل واعمل لكم وصفات واشارككم حتى وصفاتي اللي انا بعملها، وعارفة ان كلكم شاطرين وكلكم بتعملوا كل حاجة، بس انا بحب اشارك معاكم كل الوصفات اللي بعملها. دي بقى المقادير. انا هنا اشتغلت على 2 كيلو من البسكويت. طبعا معايا هنا 8 بيضات ومعايا 4 كوبايات من السكر الناعم. طبعا السكر ده حسب الرغبة، ممكن تقللي الكمية زي ما انت عايزة. ومعايا هنا هو 4 كوبايات سمنة. طبعا هنا معايا كوباية ونص من اللبن. وطبعا الدقيق هنا انا جايباه متعدد الاستخدامات او للكحك والبسكويت. معايا معلقة ممسوحة من النشادر ومعايا معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. طبعا هنقول بقى معلقتين ومعلقتين، معلقتين بيكنج باودر ومعلقتين من النشادر، عشان هنا دولت 2 كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق بيكون منخول كويس جدا جدا جدا. اول حاجة هنعملها، انا هنا جبت السمنه، وطبعا هنا معايا السكر البودر. وهبتدي هنا هوت ان انا هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. طبعا انت لو عندك هنا ال المضرب الكهربائي طبعا هيسهل معاكي قوي قوي قوي. انا هنا بشتغل بالمضرب اليدوي العادي جدا. هبتدي هنا اهوت اقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. وممكن حتى تحطيهم في الخلاط، فاي حاجه هتسهلك واي حاجه هتنفع معاكي. المهم ان انا اضربهم كويس جدا جدا. طبعا السمنه او الزبده طبعا انا كنت حطاها في التلاجة، بتكون بدرجه حراره التلاجة. وبنبتدي نعجنهم مع بعض كويس جدا لغايه ما بتديني القوام الحلو القوام الكريمي اللي احنا شايفينه دوت. معايا هنا بقى البيض، هبتدي انزل بيضه بيضه كده اهوت وهقلبهم مع بعض بيضه بيضه كده ايه معايا اهيت. ابتدي هنا اهوت اقلب مع بعض هنا اهوت كويس جدا اهي. طبعا انا بحط بيضه بيضه طبعا بدرجه حراره الغرفه، طبعا ما يكونوش في التلاجة عشان ما تخرصش معايا اهيت. زي ما احنا شايفين كده اهوت لغايه ما هدخل كل البيض هنا اهوت اللي معايا مع السمنه ومع السكر اهي. هنقلبهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك، سواء بقى بمضرب سلك سواء بمضرب كهرباء سواء بالخلاط، المهم النتيجة ان انا اطلع القوام اللي احنا شايفينه مع بعض كده ايه، يكون قوام كريمي اهوت. طبعا هتديني ان اهوت البسكوتة هتكون معايا هشة وهتكون مقرمشة كده وجميلة، وهتديني الشكل الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو. هنا بقى هبتدي احط هنا اهوت الفانيليا زي ما انت عايزة بقى. ممكن تحطي 4 بواكي من الفانيليا. وانا هنا كمان بحب اضيف اللي هي الفانيليا البرتقال، بتديني نكهة حلوة قوي للبسكويت. اي حطيت 4 بواكي من الفانيليا مع باكو من الفانيليا اللي هي بالبرتقال. وهبتدي اقلب كل ده مع بعض كويس جدا جدا. اي انا شغاله كله بالمضرب اللي هو اليدوي العادي. طبعا هو بياخد منك مجهود شويه بس لو ما عنديش المضرب الكهربائي طبعا انا لازم
اتصرف واعمل يعني باي حاجه موجوده عندي. مش هقف على اي حاجه واقول لا اصلا انا ما عنديش مضرب كهربائي مش هعرف. لا، وزي ما قلت لك حتى بالخلاط هتعمليه وهيطلع معاكي برضو النتيجه حلوه قوي. بس انا هنا بحب اشتغل بالمضرب اليدوي معايا. طبعا انا هنا دي زي ما قلت لك يعني نخلته ممكن تنخليه كذا مره. حطيت هنا اهوت البيكنج باودر، وحطيت ذره من الملح، يعني ربع معلقه من الملح. وحطيت هنا اهوت البيكنج باودر، حطيت معلقتين ممسوحين كبار من البيكنج باودر على الدقيق، وقلبتهم كده ببعض مع ذره الملح اللي احنا حطيناها. وهبتدي بقى ايه، هحط هنا اهوت المكونات اللي انا ضربتها كلها، السمنة والسكر البودرة والبيض وكل دوت ايه مع بعض كده اهوت. وهنبتدي بقى نحطه هنا اهوت على الدقيق اهوت. اقلب المكونات كلها كده اهو اهي. طبعا بقى يعني البسكويت طبعا احنا مش بنعجنه عشان ما يطلعش كده ايه معضم ويطلع ناشف معايا. لا، انا ببتدي واحده واحده كده، ببتدي اقلب المكونات مع بعض كده عشان بس تتداخل مع بعض واحده واحده كده. مجرد تقليب اهوت انا قلبت كله. شايفين؟ انا لسه طبعا السوائل ما حطيتش اي سوائل. هبتدي بقى انا احط النشادر، معلقتين ممسوحين كبار من النشادر هحطهم من اهوت على اللبن الدافي اهي اهي. انا قلت ان اهوت احنا معانا كوبايه ونص من اللبن اهي. حطيت ان اهوت النشادر وهبتدي ان اهوت اقلبه كله مع اللبن الدافي اللي عندي هنا اهوت اهي. اقلبه بقى بسرعه عشان هو بيعمل فوران كده اهو اهو. اقلب بسرعه 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 بسرعه. وهبتدي بقى احط على العجينه اللي عندي. وزي ما قلنا مع بعض طبعا البسكويت ما بيتعجنش خالص خالص. انا مجرد ان انا بقلب بالراحة المكونات مع بعض عشان يطلع معايا كده هش ومقرمش وجميل وما يطلعش ناشف. أهو. ديت النشادر مع اللبن اهيت. شايفين بتعمل الفوران ده كده؟ طبعا بيوريلي طبعا ان النشادر اللي معايا كويس اهيت. بيعمل فوران كده اهوت. بقلبه كويس قوي قوي كده اهو زي ما احنا شايفين اهي. حطيته وابتدي بقى ان انا احط هنا اهوت الكوبايه التانية اللي هي اللبن اللي معايا. وخلي بالك بقى وانش بتحطي اللبن برضو انش ممكن تحطي يعني ايه ما تحطوش كله مع بعضه. بس انا عشان يعني ايه يعني ايه يعني شويه بشويه كده بس ايه عشان ممكن يعني دقيق من دقيق ممكن يختلف. ممكن ما ياخدش كوبايه ونص اللبن كلهم. ممكن يعني ايه وتقلبي كده اهوت ايه بايديكي زي ما ايه اهو. يعني انا الكوبايه الاخرانيه دي انا ابتديت احطها شويه بشويه عشان بس ايه ما ممكن الدقيق يختلف من دقيق لدقيق فما يعني ايه ما احتاجش الكوبايه التانية اللي هي كلها بتاعت اللبن دي. ممكن اخد منها نصها اخد 3/4. فايه اهي هبتدي اعجن بقى شويه كده كده. خلاص كده العجينه معايا زي الفل زي ما احنا شايفينها كده اهو. وشايفين طبعا انا ما عجنتش خالص. انا مجرد ان انا بالراحه كده بقلب كل المكونات مع بعضها واحده واحده كده اهو اهي كده. يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني العجينه كده زي الفل معايا ملبن طريه جدا وجميله جميله جميله اهيت. وكمان هشوفها كده اهوت اهي ولا مشققه ولا. شايفين طريه وجميله ازاي معايا؟ يعني بسم الله ما شاء الله جميله قوي اهي. طبعا بكون بقى مجهزه بقى المكنه. انا بحب اشتغل بالمكنه قوي، المكنه بتاعه البسكويت. اولا بيبقى ليها فرحه كده، ثانيا ان هي بتسهل لي بسرعه كده وبتديني الاشكال الحلوه اللي انا عايزاها. وبيطلع البسكويت مظبوط وبيطلع كده ايه خفيف وبيطلع جميل قوي معايا. غير بصراحه غير القمع وغير يعني اي حاجه بصراحه. يعني انا بحب اشتغل بالمكنه قوي. لو انت ما عندكيش المكنه بقى ممكن تتصرفي هتشتغلي بالقمع هتشتغلي بيبقى فيه كده اللي هي الاقماع اللي هي الالمونيا دي بتتباع بره ممكن تشتغلي بيها. فيعني ممكن تتصرفي وتعملي اي اشكال انت حباها اهي. طبعا في عندي هنا يعني كذا شكل اهوت ممكن تستخدميه. انا هنا بحب قوي الشكل دوت بتديني البسكوتة هشة كده وجميلة ورقيقة اهيت. يعني بحب انا الشكل ده قوي. ممكن بقى في اللي هو الملولو اللي هو الشكل الملولو دوت و... وفي شكل تاني برضو كده بس بتديكي البسكويتة بتكون يعني ما بتبقاش رقيقة بتبقى يعني ايه ماسكة نفسها شوية عندي. بس انا بحب الشكل اللي هو الرقيق ده. عملت صاج كده هوت من الشكل دوت. عندي ابني بيحب الشكل ده
فعملته له. بيحب يقول لي ماما بحب الشكل ده قوي، فحبيت ان انا اعمل له صاج كده لوحده عشان بيحبه. وكملت بقى بقيه الكميه اللي عندي من الشكل اللي احنا ايه اللي انا قلت لكم عليه اهي. طبعا زي ما احنا عارفين البسكويت الفرن بتكون مشغلاه على 180 درجه. مجرد ما انا بحطه على الشبكه وبس، مجرد ان هو بياخد من الجنبين كده، احس ان هو كده خلاص ابتدى يستوي، على طول بطفي وبشغل الشوايه. ما بيكملش حاجه طبعا، ما بتسيبهوش، لان مجرد ان انت بتشغلي الشوايه هو الوش بيحمر وبيديني الشكل دوت. فخلي بالك بس عشان الوش ما يتحرقش منك. ما بياخدش وقت خالص في الفرن، زي ما قلنا على 180 درجة على الشبكة الوسطانية. اول ما بتلاقي ان هو خلاص ابتدى ان هو يحمر من تحت كده اهوت، زي ما احنا شايفين من الجناب كده اهو، بتطفي وعلى طول بتشغلي الشواية. وما بتستنيش عليه، هو على طول بيحمر معاكي وبيديكي الشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. قد ايه البسكوتة جميلة جدا جدا، وزي ما احنا شايفين هشة وجميلة وبيدوب كده. شايفين الشكل؟ والله جميل جدا، انا بحب اعمله قوي قوي. بيطلع معايا بصراحة مقاديره مظبوطة، وبتطلع معايا كمان النتيجة حلوة قوي قوي قوي. آم، زي ما قلت لكم، ما بستناش العيد، ما بستناش ان انا اعمله في مناسبة، لا، على طول البسكويت ده متواجد عندي في البيت. وطلعت كمان ولادي بيحبوه جدا زيي. احب كده، ما بحبش بصراحة اشرب الشاي لوحده، لا، لازم يبقى جنبه البسكويت، لازم يبقى جنبه قراقيش. بس الاكتر حاجة بحبها هي بصراحة البسكويت. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، وتكون الوصفة عجبتكم، والمقادير مظبوطة، واكون كده الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.